السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جاي لك علشان أقول لك إن أنا كنت مكانك في وقت من الأوقات. ممكن تكون أنت قاعد بتذاكر مثلًا ذاكرت مثلًا 10 ساعات، 15 ساعة في اليوم، أيوه في ناس بتذاكر 15 ساعة في اليوم عادي خالص تمام. بس بتيجي بعد ال15 ساعة أو بعد الوقت الكبير اللي أنت ذاكرته ده، بتلاقي إن أنت ما أنجزتش حاجة أو ما خلّصتش حاجة، يعني بتلاقي إن أنت الكمية اللي أنت ذاكرتها قليلة جدًا. على عكس واحد تاني ممكن يكون ذاكر وقت أقل منك بكتير وذاكر مثلًا نفس الكمية اللي أنت ذاكرتها. أنا عارف ومتأكد جدًا إن في حاجات اسمها فرق قدرات وإن في واحد بيقدر يخلّص في ساعة اللي أنت بتخلّصه في 3 ساعات وهكذا. بس أنا جاي أقول لك حاجة كده. في حاجة يعني لطيفة وصغيّرة كده، إن أنا مثلًا لو أعطيت في يومي مثلًا قُلت إن أنا هاذاكر الفصل ده في يوم، فبالتالي إن أنا هافضل أذاكر الفصل ده طول اليوم، فاهم حاجة؟ يعني مش هاخلّصه حرفيًا إلا في اليوم كامل تمام؟ على عكس إن أنا لو أعطيت limit معيّن أو وقت معيّن وقُلت لأ، أنا هاخصّص للفصل ده ساعة علشان خاطر إن أنا أخلّص الفصل ده. بُص، هاجيبها لك بطريقة تانية. عارف أنت وقت الطوارئ اللي بيحصل لمّا بيكون مثلًا أنت ما ذاكرتش طول السنة وييجي يقول لك ليالي الامتحان أنا بأنجز حاجات، يعني الcomic اللي هو يقول لك إن الدكتور بيشرحه في شهر، أنا باذاكره في ليلة. فعادي خالص فعلًا بيحصل. بيحصل لإن أنت دماغك ساعتها بتشتغل بطريقة أنت أصلًا طبعًا كلّه بتوفيق ربنا، ولكن أنت بتيجي تبُص بتقول ده أنا عندي قدرات أنا مش متخيّلها، أنا ذاكرت حاجات أنا لو في العادي وفضلت حرفيًا طول السنة أذاكرها، أنا مش هاذاكرها ومش هاذاكرها بالكفاءة دي. خلاص تمام؟ فأنا عاوزك إنّك لأ، إنّك تlimit الوقت بتاعك، يعني مثلًا أنا هاخلّص الفصل ده في ساعة، الساعة دي إن شاء الله بتوفيق ربنا أنا هاذاكر الفصل ده في ساعة، وتفضل تذاكر فيه، هتلاقي نفْسك أنجزت كمية كبيرة. لو أنت حاطط يبقى خلاص أنا آخر ما توتّرش نفْسك خالص، أنت ما فيش حد بيجري وراك، بس في نفْس الوقت أنا في خلال الساعة دي إن شاء الله هاخلّص الكمية الكبيرة دي، خلاص تمام. طَب خلّصتها كان بها، ما خلّصتهاش ما فيش مشاكل خالص، هتلاقي نفْسك أنجزت كمية أكبر من إن أنت كنت عاطي الفصل ده ليوم كامل وقاعد تتمرقع طول اليوم. في حاجة تانية عايز أقولها لك، إن أنا ممكن مثلًا في ناس بتيجي مثلًا قطعة مثلًا معيّنة أو حاجة بيذاكرها، تلاقيه إن هو بيفضل يقرأها كتير، 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 يقرأها مرّة و2 و3 و4 و5 و6 وهكذا، ويقول لك أصل التكرار بقى. وبييجي في الآخر بيلاقي نفسه إن هو ييجي يقفل أنا مش فاكر حاجة أصلًا. ليه؟ لإن هو قاعد يكرر وخلاص، هو بيقرأ وخلاص. ولكن في حاجة أنا كنت لطيفة كده كنت باعملها برضه، إن أنا مثلًا لمّا باذاكر مثلًا حتّة معيّنة أو ذاكرت يعني صفحة أيًا يكن، بابدأ إن أنا أشرحها لنفسي، باستدعي روح دكتور الجامعة اللي جوايا كده، اللي هو خلاص بقى أنا وأفضل أشجّع نفسي كده وأقول يا واد يا يوسف وما أعرفش إيه والكلام من ده كلّه، وأبدأ إن أنا أشرح لنفسي الجزء اللي أنا ذاكرته. بتيجي أنت بقى ساعة الامتحان أو كده، أنت علشان خاطر فاهم وشرحت الكلام ده قبل كده، شرحته لنفسك أو شرحته لواحد صاحبك أو هكذا يعني، بس طبعًا يعني ما مش كل شوية تقعد يعني أنت فاهم دماغي، المهم علينا يعني. آآ إن أنت قاعد أنت في الامتحان بتفتكر إن أنت فاهم وبتفتكر شرحك لنفسك أصلًا، فبالتالي إن أنت الحفظ مش بياخد منك مجهود كبير، حتى لو في الامتحان أنت نسيت اللي أنت حافظه، يعني لو مشينا بمبدأ إن أنا حفظته، فأنت هتفتكر لإن أنت فاهم، فاهم؟ على عكس واحد بيقرأ وخلاص وبيحفظ بس وخلاص. فأتمنى بُص أنا مش هاطوّل عليك أكتر من كده، وأتمنى إنك تكون يعني استفدت، وقوم دلوقتي ذاكر، قوم دلوقتي. إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم. أنت مش يعني أنت مش فجأة هتلاقي كل حاجة خلصت وكل حاجة وأنت فجأة قُمت وعملت لازم تقوم دلوقتي، قوم بقى وابدأ، واحدة، واحدة هتلاقي الدنيا كلّها بتتلم معاك والله. وهتلاقي كل حاجة زي الفل، بس أنت قوم وما تكسّلش. فيالّا سلام.